ساعه واحده في الاسبوع ممكن تكون سبب انك تلاقي وظيفه احلامك. فلو بتقعد قدام لينكد ان كل يوم وتبقى عايز تنزل كونتنت عشان عارف ان وجودك مهم بس انت مش عارف تقول ايه في الكونتنت ده، وهنا مش جاي اكلمك عن اهميه تواجدك، انا جاي اديلك الحل، واللي هنا صدقني مش هتلاقيه حتى مع الاي اي. فتعالى اقول لك على الخطه اللي انا شخصيا بستخدمها، وكل اللي بحتاجه ساعه واحده بس كل اسبوع. حدد الهدف من الاسبوع ده. لينكد ان مش زي الانستجرام، كل بوست عندك لازم يخدم حاجه من الثلاثه دول، تبني ثقه او تجيب تفاعل او تجذب عميل ناحيتك. قول الاسبوع ده انا عايز ابني الثقه بتاعتي كماركتير، او عايز اجيب كلاينت مهتمين بخدمه كتابه الاعلانات. الهدف بيحدد نوع المحتوى اللي انت عايز تكتبه، حدد نوع من المحتوى اللي هتوزع عليه محتوى الاسبوع كله. زي بالظبط مثال الجدول اللي هيظهر قصادك ده. مثال تقدر تنزل بوست تعليمي، بوست شخصي، بوست بيعي، تقدر تتكلم عن ازاي تبني سيلز فانل، تتكلم عن اول مره رفضت فيها شغلانه وندمت، او لو بتدور على حد يدير لك المحتوى بتاعك فاقرا ده. كل دي معلومات المفروض ان انت تنزلها، ودورك انك تكتب 2 من كل نوع علشان يبقى المجموع عندك 6 بوستات، واليوم السابع راحه او اعاده نشر بوست قديم ليك. بعد كده عندك جدول النشر الاسبوعي بتاعك. واخيرا تعالى اقول لك على الادوات اللي انا بستخدمها عشان تسهل عليا الموضوع. نوشن وتريلو عشان تحط عليهم الخطط وتحدد مواعيد النشر بتاعتك. تقدر تستخدم شات جي بي تي علشان ينسق لك الموضوع او يجيب لك افكار انت المفروض تتكلم عنها. كانفا في الاخر عشان لو عايز تعمل ديزاينز للكونتنت بتاعك. افتكر دايما ان اول جمله لازم تشد، ولو عايز خطه المحتوى دي بالجدول بتاعها بشكل كامل اكتب لي كومنت وهبعتها لك.